أو من عفوا فلسطين الذي أشار إلى وجود التسلل. محاولة مرة أخرى، محمد نعمان يحاول عملية قطع الكرة، فرصة لمصلحة المنتخب العماني، ضغط يمني وعمان تحاول الخروج بالكرة بسلام من هذا الضغط، ولكن أخطأوا في هذه الكرة. ثلاثي هجومي مرعب يمكن أن يصنع فارق. ردمان إلى عبد الرحمن عبد الله، عبد الرحمن يلف ويدور، عبد الرحمن ينقل الكرة، عبد الرحمن الخضر، الله، جول ياباني اعتلان، والمنتخب اليمني يفعلها ويزور الشباك العمانية عن طريق أخطر العناصر في أرضية الملعب. عبد الرحمن الخضر يعلم طريق الشباك، وبالتالي يعطوه كرة أمام مرمى مؤمن، ومؤمن لا يؤتمن على مرماه أمام عبد الرحمن الذي غدر بمؤمن وضعها في المرمى. والتقدم يأتي الآن يا محمد يا حسن أيها البعداني، أتى التقدم في هذه اللحظات لمصلحة المنتخب اليمني. جيل كبير في انتظار الكرة اليمنية، من هنالك كانت النقلة، وهنا وصل إليها عبد الرحمن الخضر الذي أودعها الشباك العمانية. وأول أهداف اليمن، الأفراح تعلن مع هذا الهدف، يعشقون أبنائهم في كل جيل وفي كل منافسة. فعلها عبد الرحمن، سجل من خلال هذه الكرة عبد الرحمن، والخضر يضعهم في المقدمة. خطأ يعطيه السيد عمار راشد يمني، مدرب المصري السيد خالد محمد عطية، تأتي بمدرب محترف ليعطي بصمة لا إشكال عليها. لكن هنا محاولة تنقل الآن، فرصة لهدف ثاني قد يفعل هذه المرة عصام ردمان، ينقل الكرة باتجاه عبد الرحمن عبد الله، الله، شاءت الكرة عمبت، ستكون تحت إمرة اليمن وستكون في الشباك. وعبد الرحمن عبد الله للمرة الثانية يسجل الآن للمنتخب اليمني، ويضع المنتخب اليمني في تقدم ثان. سجل عبد الرحمن الخضر، والآن عبد الرحمن عبد الله، والمنتخب اليمني يخرج مرتاحا أكثر فأكثر في شوط المباراة الأول. لاحظ النقلة الرائعة من أنور، كشفت الدفاع، جاسم الذهن في مهب الريح، وهنا النقلة، هنا الكرة حاول فيها لكنها عادت وصدت يا عبد الله. لاحظ هنا المحاولة والكرة التي وضعت في الشباك من جانب قائد الفريق عبد الله الرواحي، أو من أنس، ومن وضعها في الشباك. لاحظ هذه الكرة، وهنا المحاولة كان عائد للتغطية الدفاعية لكن وضعها في الشباك. الهتافات تأتي من المدرج. نقلة الآن عند عصام ردمان قائد الفريق عصام، المحاولة عند سعيد شعبان، جهة يمنى قوية وجهة يسرى أكثر قوة في المنتخب اليمني، تحتار في أين تكون التغطية. هنا عملية المرور، جاسم الذهين ينقل الكرة طويلة، رائع المنتخب اليمني إلى الآن، يقدم مباراة أكثر من رائعة، ويقدم أوراق ترشيحة لأن يكون أحد أبطال هذه البطولة إن استمر بهذا الأداء. محاولة تلعب الآن، محمد نعمان، تبعد الكرة من أمامه من جانب عدنان هنا المشيفري في هذه الكرة، يبعدها إلى خارج أرضية الملعب. الطرب موجود في المدرج، والجماهير محاولة الآن تعود عملية المرور، لكن عبد الله الشرقي في الكرة الأخيرة لا ينجح في المرور. هنا محاولة باتجاه عصام ردمان، هل ينجح في المرور من جانب اللاعب جاسم الذهبي؟ وهنا التسديدة، الله، جول ثالث للمنتخب اليمني. الآن عبد الرحمن عبد الله ينجح في تسجيل الهدف الثالث. الكرة لعبت، وجد نفسه وحيدا أمام حارس المرمى عبد الرحمن عبد الله. وهنا المحاولة لمصلحة المنتخب اليمني، كان وراءها الهدف الثالث في الطريق إلى رباعية أخرى ربما أو أكثر في المرمى العماني. الآن
المنتخب اليمني. لاحظ رمية التماس نقلت، وهنا لاعب وحيد بالخطأ استلم هذه الكرة، وبالتالي وضعها عبد الرحمن عبد الله في الشباك. التمريرة كانت من ردمان، وعبد الرحمن عبد الله استقبل كرة خاطئة من جاسم الذهين، وبالتالي وضعها في الشباك. كانت تمريرة من عادل عباس وليس عبد الرحمن أو عصام ردمان. هذه كرة. هل يعود منتخب عمان بردة فعل ولو فيها خطورة على مرمى؟ وضح أنور. هنا الكرة والمحاولة إلى خارج أرضية الملعب، جانبية لمصلحة المنتخب اليمني.